الكتب القديمة وفي الحكايات الشعبية وفي خيال البشر عموما في فكرة بتدور اللي هو ايه اللي هيحصل لو في طفل اتربى وسط الحيوانات. فمرة تلاقي قصة عن طفل اتربى وسط الذئاب، ومرة تلاقي قصة موكلي اللي اتربى بين الغابات وسط الحيوانات، وفي بنت عاشت بين القرود، وفي أسطورة كاملة مبنية على السؤال ده: لو شلنا الإنسان من عالم البشر ايه اللي هيحصل؟ لكن في سنة 1931 في عالم نفس أمريكي قرر يسأل السؤال بالعكس. بدل ما يسأل ايه اللي هيحصل لو إنسان اتربى وسط الحيوانات، قال لك ايه اللي هيحصل لو ربنا قرد وسط البشر. ولأن بعض العلماء لما يمسكوا فكرة في دماغهم بيتخلوا عن الإحساس البشري، الراجل ده ما اكتفاش بس بإنه يتخيل، لا، جاب شمبانزي صغير وحطها جنب ابنه وقرر يربي الاتنين مع بعض في نفس البيت بنفس الطريقة كأنهم إخوات. العالم ده كان اسمه وينثروب كيلوغ. كان هو ومراته مهتمين بسؤال شاغل الدنيا كلها: هل الجينات هي اللي بتحدد الإنسان ولا البيئة اللي هو اتربى فيها هي اللي بتحدده؟ الزوجين دول كان عندهم طفل اسمه دونالد. راحوا جابوا شمبانزي اسمه جوا، والاتنين كانوا عمرهم قريب من بعض. عمر القرد كان 7 شهور وعمر الطفل كان 10 شهور. ومن هنا بدأت واحدة من أغرب القصص والتجارب في تاريخ علم النفس. جوا القردة دي ما كانتش بتتعامل كأنها في تجربة، ما كانتش بقى في قفص وبتعمل عليها تجارب بتاع، لا، ده خلوها تعيش معاهم في البيت ومع ابنهم كأنها أخت. كانت بتاكل زيه، تلبس زيه، تشرب زيه، حتى الدلع اللي كان دونالد بياخده كانت هي بتاخد زيه. ولو انت حاسس ان دي قصه فيلم رعب فانت مش بعيد قوي، يعني احنا هنتكلم عن القصه دي كانها فيلم رعب. في بدايه التجربه كان كل حاجه ماشيه زي الفل، بل على العكس، القرد كان بيتفوق على الانسان. جوه دي كانت ذكيه جدا، وكانت ممكن في بعض الاحيان تتفوق على دونالد نفسه، تكون اسرع واكتر استجابه، لدرجه انهم حسوا انها اذكى من ابنه. وهنا بدات التجربه تلمع، لان انت لو مكان كيلوغ وقتها هتقول بس خلاص كده انا هغير البشريه. واحده في واحده ابتدت جوه تتفوق اكتر واكتر عن الطفل، ابتدى بيبقى بينهم تقاربات، بقت تتعلم العادات، تستجيب للاشارات، تفهم الروتين، وتشاركهم في بيتهم واليومهم والحياه العاديه. بس برضه مهما جوه اتطورت كان في حاجه واحد بس مش قادره توصل له، الا وهو اللغه. مهما عاشت في بيت بشري وتربت مع طفل وخدت نفس التربيه اللي هو بياخدها، فهي لسه مش قادره تتكلم زي البشر. وهنا بدات الحقيقه الاولى تظهر، ان انت تقدر تربي الكائن على سلوك معين بس مش هتقدر تربيه على طبيعه بشريه. وهنا كان المفروض كيلوغ ياخد خطوه لورا ويقول بس خلاص وصلنا لنقطه معينه ناخدها ونسكت، لكن ازاي؟ لازم برضه يكمل. المشكله اللي حصلت بقى مش ان القرد ما قدرش يبقى انسان، المشكله ان الانسان ابتدى يبقى قرد. دونالد ابتدى يقلد بعض اصوات الشمبانزي، ابتدى يمشي على ايده ورجله، ابتدى يتصرف زي القرد، ابتدى يعمل سلوكيات مش منطقيه بالنسبه لطفل في سنه. فهم ربطوا ان السلوكيات دي مرتبطه بالقرد، يعني بدل ما كان الهدف اننا نخلي الحيوان انسان ابتدى العكس هو اللي يحصل. ودي فكره مرعبه جدا، لان الطفل الصغير لا يعرف فلسفه ولا يعرف تصنيفات ولا يعرف الفرق بين الانسان والحيوان اصلا، هو بس بيشوف وبيقلد. فمهما حصل لو انت حطيت انسان في بيئه معينه فهو هيتربى على البيئه دي. ومن هنا بدات التجربه تاخد منحنى تاني، ان بدل ما بقت فضول علمي بقت مشكله حقيقيه. كيلوغ ومراته اعتقدوا على نفسهم، قالوا ايه اللي احنا بنعمله في ابننا ده؟ يا حساس قوي، لان زي ما انت عارف لو كيلوغ كان عامل التجربه على طفل غير ابنه كان ممكن يكمل اكتر، لان العقل لما يكون مشكله بعيده عنك او مش شخصيه بالنسبه لك فانت مش هتحس ان في مشكله. لكن لما كان ابنهم هو التجربه قرروا انهم يوقفوا التجربه، يعني فجاه كده اكتشفوا ان عندهم مشاعر. لان في بعض الاقاويل بتقول ان التجارب اللي كانت بتتعمل على الانسان وعلى القرد ده كانت تجارب صعبه جدا على طفل عنده سنه او كذا شهر. ده اللي خلى القصه دي تتذكر كانها الجانب المظلم من العلم. احنا قدام تجربه اثبتت ان العلم اعمى ومفيش فيه راحه، وفي الاخر وقفوا التجربه بعد 9 شهور، مع انها كان المفروض تكون اطول من كده، بس هم وقفوها عشان الجانب الاخلاقي، خافوا على ابنهم يعني بمعنى اصح، اللي هو انتوا ليه بداتوها من الاساس. وده بيثبت لنا حقيقه مزعجه جدا، ان الطفل او الانسان اكتر كائن هش على وجه الارض، هش ومرن وبيتاثر بسرعه جدا بالبيئه اللي حواليه. وده ياخدنا لنتيجه مهمه جدا، ان الطفل مش بيتربى بالكلام بس، لا، الطفل بيتربى بالافعال، بالبيئه اللي حواليه، بالروتين، بالكائنات اللي عايشه معاه او بالاشخاص اللي حواليه. طيب واحد يسالني طب كده يا حسين هل التجربه فشلت؟ اقول لك لو انت قصدك ان القرد ابتدى يبقى انسان فهي فشلت، لكن لو انت قصدك ان التجربه طلعت لنا نتيجه مهمه جدا فالتجربه نجحت. كشفت ان الانسان خصوصا في بداياته او هو طفل بيقدر يتشكل بسهوله بالبيئه اللي حواليه. وكشفت برضه ان سؤال ان الطبيعه ضد البيئه مش سؤال بسيط للدرجات، ان الانسان مش مجرد جينات ومش مجرد تربيه وبيئه، الانسان صراع بينهم. بس الحاجه الاكيد اننا ما كانش ينفع نعمل التجربه دي على طفل. دونالد ابتدى يكبر شويه وتاخر في النطق، صار عنده شويه مشاكل بسيطه ما اثرتش على حياته لدرجه ان هو دخل كليه الطب في اكبر جامعه في امريكا. بس في مشكله صغيره بس، ان هو انتحر وهو عنده 41 سنه، ودي لحد دلوقتي العالم مش عارف يفسر ايه السبب. المفروض بقى اللي نوصله من القصه دي ان الانسان هو نتاج التربيه او البيئه اللي حواليه. فلو انت متربي في بيت فيه مشاكل، لو متربي وسط ناس قاسيه، لو انت متربي على الخوف او متربي على الفوضى، فكل ده بيتخزن جوه مخك وبينتج عنه تصرفات مؤذيه. فهنا الحكايه كبرت على مجرد انها تجربه علميه، لا، احنا بدنا نتكلم عن التربيه وعن الطفوله وعن هشاشه الانسان، والحاجات اللي انت فاكرها مجرد بيئه محيطه لكن لا، هي بتشكل عقلك. وبس، ده كان فيديو بسيط خفيف لذيذ عشان بصراحه عندي فقر في الافكار. لو عندك فكره حابب نتكلم عنها في الفيديو الجاي سيبها لنا في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم حسين، باي باي.